خسارة. يا خساره ايه؟ ما انت كاشف الطابيه. ايه يا عم، في حد يدخل كده؟ ما تخبط ولا ما تدخل؟ اخبط ايه يا ابني؟ ده انا دخلت قعدت جنبك ما حسيتش. اخبط على الباب هتسمع؟ قول لي بقى، بتسمع وانت بتلعب؟ مالكش فيه. ماليش فيه؟ ايه العيال دي؟ وما قلتش يعني انت واخد اجازه عشان امتحان الشطرنج؟ لا، ما انا زهقت من المذاكرة، قلت اسلي نفسي شوية. سلي نفسك. طب قول لي بقى، بتلعب حد بجد ولا بتلعب الكمبيوتر؟ لا، بلعب واحد من روسيا. روسيا؟ الصلاة على الصلاة. احنا هنتريق بقى. يا عم ولا بتتريق ولا حاجه، انت لعيب، بس انت محتاج بس تركز شويه. ده على انك بتعرف بقى تلعب شطرنج وكده؟ لا يا عم، على قدي. الحمد لله على السلامة يا محمود. الحمد لله البركة فيك، طلع كل كلامك صح. بقول لك ايه، وهتقول لابويا ان انا كنت بلعب لاتين عشتي. ليه بقى؟ هو ما بيحبش الشطرنج؟ هو ما يعرفش حاجه عن الشطرنج اصلا، بس انا ضارب وصلة نت وهو ما يعرفش. وضرب وصله ازاي؟ بعدين انا بقول لك، بس اوعى تبيعني. ماشي، مش هبيعك. انت ما رحتش المدرسة ليه يا ده انت؟ لا مؤاخذة حودة، عندنا دي احنا اللي ما صحناش وضيعنا عليه المدرسه، بس من صباحيه ربنا هو كافي وش على الكمبيوتر وعمال بيذاكر، صح يا؟ لا تجدع منك، صح؟ ذاكر ذاكر. لدرجة دي الفيديو بتاع مامة زياد عامل لكم برجلة؟ لا، برجلة ايه اللي عملها لنا الفيديو؟ لا برجلة ولا حاجة. وبعدين ده الفيديو معمول بشكل جيد جدا، يعني أي حد يشوفه يتأثر وممكن يغضب. بس غريبة يعني. ايه اللي غريب فيها؟ يعني كنت مستنية الاستدعاء ده يكون من الأمن الوطني، إنما التفتيش غريبة، صح؟ يبدو إنك عارفة في شغلنا كويس قوي، لكن ده مش استدعاء خالص. وأنا مش جايبك بخصوصك، أنا جايبك بخصوص سليم الأنصاري. سليم الأنصاري اللي انتوا هربتوه؟ عاوز أفهمك حاجة، بلاش دماغ السوشيال ميديا دي هنا. انت عارفة كويس قوي ان احنا لو كنا عاوزين نساعد سليم الأنصاري كان قدامنا مليون وسيلة وطريقة نساعده بيها غير الطريقة البلدي دي. ما كانش في داعي بقى لا الكلبشات ولا السجن ولا الهروب ولا اللي بيحصل ده كله. والله يمكن باظت منكم، عكت أي حاجة، معرفش. لا انت عارفة كويس قوي، مش عاوزة تضيعي فرصة الناس سايرة فيها وغضبانة، ما تستغلهاش. بس أنا ما بتبلاش عليكم. تحب أجيب لك قايمة بالتجاوزات اللي حصلت الفترة الأخيرة ومن ضباط زيكم؟ ظاهر انك ناسية انت فين. انت في تفتيش الداخلية، يعني اللي عارفين اللي انت عارفاه واللي انت مش عارفاه، والمسؤولين عن التحقيق في التجاوزات برضو اللي انت عارفاها واللي انت مش عارفاها. طيب كويس إنك عارف. أنسة جميلة، احنا ما هربناش سليم الأنصاري، وافتكر انك اشرف من انك تتهمينا اتهام زي ده. ولا تزر وازرة وزر اخرى. أنا مش عارفة أنا ليه هنا أصلا، ممكن تفهمني؟ تخافش يا حودة، مفيش مصيبة ولا حاجة، إن شاء الله كله يبقى تمام. قوم يلا. على فين؟ أروح المستشفى. نروح المستشفى نعمل ايه؟ يعني إيه نعمل إيه؟ مش بتقول فصيلة دم الواد نادرة؟ عشان كده دخنا عليها مش لاقينا. طب يا سيدي، أنا فصيلة دمي او نيجاتيف، يعتد أي حد. نروح المستشفى وإن شاء الله نديله 20 لتر. استنى بس تسليم بيه، الحكايه مش سهله كده. هتصعب علينا ليه يا عم إبراهيم؟ هو لو ابني ولا ابنك مش تعمل كده؟ يلا يا حود، يلا يلا وسيبها على الله. سعادتك يعني انا مصدق ان انت اتداريت هنا، وبعدين الطريق من هنا للمستشفى هنقابل ناس في المستشفى، ممكن حد معك يعني فتبقى في مشكله عليك. مشكلتي وانت تغير كلامك؟ مش انت قلت مفيش حد واخد باله من حاجه؟ في المنطقه هنا، انما المستشفى هيبقى في مشكله اكبر. انا خايف على سعادتك. يعني انت خايف عليا ومش عايزني اخاف على ابنك؟ ليه يا جدع في ايه؟ قوم يلا وسيب على الله.
طب احاول اتصرف انا واتصل بحد في مستشفى يتصرف في كيسين دم ولا حاجه؟ احنا لسه لما نجيب كيسين دم، وبعدين ما ينفعش تتصل بحد، احنا اكيد متراقبين وهيعرفوا مكاننا. يلا يا حموده، يلا وربنا يسترها. طب انا هاجي معاكم. لا خليك، خلينا خفيف خفيف. يلا سيب على الله. قوم. بص يا نسا جميلة، احنا وانتي مش خصوم في المعركة دي خالص. انتي معركتك مع سليم الأنصاري مش معانا. بس انتوا سليم واحد. كان واحد مننا، دلوقتي احنا حربنا ضد سليم الأنصاري، وعدو عدوي صديقي. يعني ايه؟ مش فاهمه. ما تيجي على سبيل التغيير أو على سبيل التجربة مثلا نجرب ننسى خلافاتنا ونحط ايدينا في ايدين بعض. انا مش للبيع يا صلاح بيه. لا، ما هو عايز اقول لك على حاجه، سيبك من الكلام اللي لا يود ولا يجيب ده. انا ما بقولكيش اكتبي تقارير عن زمايلك، دي مش شغلتي اصلا. انما عايزني اساعدك ازاي؟ هو انتوا ليكوا في حاجه تانية اصلا؟ انا عاوز اقول لك على حاجه، انا الوحيد في العالم ده كله اللي يهمه انه يقبض على سليم الانصاري ويسلمه للعداله. يمكن يكون ده موقفك الشخصي، اما موقف الوزاره ايه؟ ما انا من الوزاره وده شغل الوزاره، وانت بهجومك علينا ده بتشتتي نفسك قوي، بتلخبطي الناس. بص يا نسا جميله، المجرم في القضيه دي واضح جدا. المجرم اسمه سليم الانصاري، ده اللي لازم نركز عليه. كلمي الناس عنه، هاجميه، اشتميه، اعملي كل اللي انت عاوزاه، انا مش هلومك. اقول لك على اكتر من كده، اعملي هاشتاج سميه بلغوا عن سليم الانصاري، واقنعي كل الشباب اللي عندك في السوشيال ميديا بانهم يبلغوا عنه، يدوروا عليه وهم يساعدونا. هاتيلي معلومه واحده حقيقيه وشوف انا هعمل معاكي ايه. مش هتخسري حاجه، وجربي. ولو قصرت رقبتك ما تكمليش، ولو وصلنا لحاجه مع بعض يبقى يا ست ترجعي اشتمينا زي ما انت عاوزه. مش يمكن التجربه دي تخليكي تكتشفي حاجات ما كنتش عارفاها قبل كده، وهتحطي ايدك على حقائق عمرك ما كنت هتوصلي لها. مش يمكن تغيري موقفك، ولا انت خايفه من حكايه تغيير الموقف دي؟ ما اعرفش. الحق احق ان يتبع، وانت حقانيه قوي بتدوري على الحقيقه. خليكي معايا. نويتي على ايه؟ خلينا نجرب نمشي وراهم المره دي، اما نشوف اخرتها ايه. جميلة نفذت يا فندم، والهاشتاج بدأ ينتشر بين الناس على تويتر والفيسبوك. لحد امتى هيفضل الظلم والقهر وسلب الحياه؟ حتى هو مصير اي حد يفتح بقه ويتكلم. سليم الانصاري بيتعامل مع مصر كلها على انها عزبه ابوه ومش همه اي حد. يا ترى بقى هتوفوا بوعدكم معانا يا رب طلعنا ان مفيش حد فوق القانون ولا لا؟
احنا ملناش غيرك يا رب. تمام. دول الأربع أماكن اللي ممكن أقابلك فيهم، أو حتى أبعت لك حد هناك. هنسميهم ألف وب وجيم ودال. اوعي تنسيهم. ها؟ هو انت بتتعامل معايا ليه على ان انا عيله صغيره؟ كمل. ماشي يا كبيرة. الخطوط بقى اللي انت جبتيها هتاخدي واحد وتديني اتنين، ولما تعوزيني ابعتي لي رسايل، بلاش تكلميني غير لو في حاجة مهمة قوي يعني. ماشي؟ عارفه والله، علشان مراقبه التليفونات اسهل بكتير من مراقبه المسجات. برافو عليكي. لما تحبي بقى تبعتي لي رسالة بلاش من البيت ولا من المكتب، ابعتيها من الشارع من حتة بعيدة عشان محدش يعرف مين اللي بيبعت لي. ماشي؟ ماشي. وانا اول ما الورق يجهز هبعتهولك على طول. بس خلي بالك يا فريد، الورق ده مهم، ممكن يوصلني لولاد الكلب دول. انت فاهمة كويس طبعا، صح؟ فاهمه يا حبيبي، ما تقلقش. حودة، أمر سعد. عايزك بقى تركز معايا عشان عايزك في حاجة مهمة. رقبتي. تعرف تسوق موتوسيكلات؟ أمان. آسف على المشكلة اللي عملتها لك، سليم الأنصاري. ده انتوا واخدين بعض عن حب بقى. أتاريك مش عاوز تساعدنا ولا تقول لنا سليم الأنصاري مستخبي في أنهي داهية. يا صلاح بيه، انا زي ما قلت لسعادتك، اللي رمالي الكيس كان لابس خوذه ما شفتش وشه، والموتوسيكل كان بدون نمر. اسمع، رجوع السلاح ما ينفيش عنك تهمة الإهمال اللي تسببت أصلا في ضياع السلاح، والحكاية دي أنا مش هعديها بسهولة. ده أنا هجيب لك عليها جزا وجزا محترم كمان، وأخلي سليم صاحبك ده ينفعك. سعادتك عارف كويس قوي ان انا وسليم عمرنا ما كنا اصحاب، احنا مجرد كنا زملاء. وبعدين انا مش جاي لحضرتك النهارده عشان توقف الجزا عني. أمال جاي ليه؟ جاي تحرق دمي؟ جاي تقول لي في وشي إن سليم حر بيتحرك زي ما هو عاوز في البلد، مش عامل لنا أي حساب؟ يا صلاح بيه، انا جاي الفت انتباه سعادتك لحاجه. سليم غامر عشان يرجع لي المسدس ويحل لي المشكله اللي هو وقعني فيها. اللي يعمل كده مستحيل يضرب عيل صغير من غير سبب لحد ما يموته. معلش، افتكر حضرتك ممكن لو تعذرني بس في اللي انا هقوله. حضرتك محتاج تراجع موقفك تجاه سليم. انت هتعرفني شغلي ولا ايه؟ اوعى تتخيل ان اللي عمله سليم ده هيخليني ارحمك. يلا امشي. اتفضل. السلام عليكم. ازازة مية لو سمحت. شكرا.
وقال ايه؟ جاي يقول لي راجع نفسك في موضوع سليم. مش عارفين ان الضابط اللي بيتجاوز احيانا ده وبيعذب انه مش شرط يبقى من اكلة لحوم البشر او ماشي راضي في الناس شمال ويمين. ده ممكن يبقى انسان طبيعي جدا، شخص لطيف وحبوب ولذيذ وابن نكته. مش فاهمين انه ممكن يبقى مع اهله واصحابه حاجه ومع الناس حاجه ثانيه خالص. واكبر دليل على اللي انا بقوله لك ده اللي حصل لك. هو اللي عمل فيك كده واحد انا فاكره كويس قوي وانا صغير، كان دمه خفيف وابن نكته، كانت ضحكته مجلجله جوه البيت. وادي النتيجه. انا متاسف يا سياده اللواء، انا اسف قلبت عليك المواجع. زناتي. طبعا زناتي، انا زي ما خدتش بالي. لا وكمان تميم، اتاري ولاد الكلب مش سايبين فيها خرم ابره. يعني الورق ده فيه حاجه كويسه لينا يا سليم بيه؟ حاجات يا هيما. دلوقتي انا فهمت اللي حصل ده حصل ازاي وليه. بس المهم بقى ان الورق ده فيه خيط هيخلينا نقلب الدنيا كلها فوق دماغه.